السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا حبايب قلبي، صباح السعادة، صباح السكر الزيادة، صباح الطاقة، صباح التفاؤل، صباح الأمل، صباح كله خير كله خير وسعادة على عيونكم يا حلوين يا مقطقطين يا شربطات في الكوبايات. طبعا مش عايزة اقول لكم قوموا اتنشطوا زي واعملوا زي، لان احنا في العيد، فالمفروض كده نقعد ونزور وناس تزورنا واحنا نزور ناس ونتبسط كده مع اصحابنا وقرايبنا واهلنا. لكن طبعا وطبعا زي ما بيقولوا العيد فرحة، فربنا يا رب يفرحكم كلكم ويفرح قلوبكم. لكن انا عندي العيد مختلف، العيد بتاعي انا مختلف طبعا. انا ما بتضايقش طبعا، استحالة انا متضايقش، ده انا ربنا يا رب يدومها نعمة عليا، ربنا يدومها نعمة عليا ان انا اخدم نفسي وانضف مكاني ويدومها نعمة عليا في الحياة كلها، ويدوم عليكم النعمة الصحة. نعمة الصحة دي اهم حاجة في الحياة، اهم من الفلوس، اهم من الاكل، اهم من الشرب. دي مش فزلكة، ده حقيقي. الصحة اهم من كل شيء، ده كنز، كنز والله العظيم. ربنا يدوم علينا وعليكم الصحة والسعادة. فطبعا النهارده انا زي ما انتم شايفين كده، انا عايزه اقول لكم ان انا والله العظيم يعني لولا ان انا مش الصحه يعني مخستكه شويه زي ما بيقولوا كده، كنت جبت السلم وطلعت خلعت الستاير وخلعت الكسوه وبتاع. بس عايزه افتكر قبل ما انسى في الفيديو اقول لكم، كنت عايزه لو حد يعرف من المتابعين حبايب قلبي نور عيني حياتي شربطاتي قطقاتي، يعرف ان عايزه منظف للانتريه. طبعا انتوا شايفين الانتريه بسم الله ما شاء الله قدامكم، مش ديرتي، ولكن انا ممكن يبقى انضف من كده كمان. فانا بصراحه مش عايزه اقايس واخلع القماش، واول هم مش هقدر اخلع الكسوه واضغط وبتاع، لانها يعني هتبقى صعبة عليا شوية على ايدي. تاني حاجة عايزة اخليها فلة كده. فعايزة لو حد فيكم يعرف شامبو او يعرف حاجة كده راقية ما تبوظليش القماش وتنضفه وتروقه وتدلعه وتشخلعه، يقول لي يا جماعة في التعليقات. امانة عليكم حبايب قلبي، امانة عليكم حبايب قلبي، اللي يعرف حاجة بتنضف الانتريهات تشيلوا التراب كده وتخلي اللون مزهزه اكتر ما هو مزهزه، يقولوا لي ماشي. عشان اجيبه، عشان انا ننضف الحاجه، بس احنا نضيف لها الجمال. ما نقعدش بقى مش في حاجات كل ما بتخلعي فيها وتبهدلي فيها وتعملي فيها، ده مش بيبقى احسن حاجه بصراحه يعني. انا بشوف كده ننضف الحاجه بس في نفس الوقت نحافظ عليها، انا من النوعيه دي، انا هو ده تفكيري. فقولوا لي كده حبايب قلبي في التعليقات. واقول لكم بقى الست اللي بتشتغل الجديده قالت لي ايه اول يوم. يعني بصوا اللي هي بتقول لي ايه، زي كده ما بتقول مثلا ايه، انا انتوا مش نضاف وانا جايه انضفكم. يعني هو الكلام جاي كده يعني. يعني هي جايه حاميه قوي قوي عليا وسخنه عليا، ومش انا بقى اللي بغير منها. وما اعتقدش ان حته الغيره يا جماعه. احنا مش راجل متجوز واحده وجات واحده جديده، غيرة ايه؟ مفيش حاجة اسمها غيرة يعني. انا دي واحدة جاية تشتغل، دي واحدة جاية تساعد، تشيل حاجة، تنظف حاجة، تمسك سجادة تنفضها، تعملها بتاع، تساعد. فمش في ناس قالت لي، في او واحدة او اتنين قالوا لي انت بتغيري. انا بغيرش من حاجة، غير منها ليه؟ اول هام وبفضل رب العالمين والحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة الا بالله. انا اقول لكم الروتين ان انا همسك الاوضه دي انكتها، انكتها ايه انكتها دي. المهم ان انا امسك الاوضه دي هنضفها. وهطلع السجاده دي في البلكونه، السجاده مش نظيفه خالص. طبعا ما عنديش المضرب بتاع البتاع، وكمان ما عنديش مكنسه، فهمسكها كده انفضها، بس كده مش عاجبني فهطلعها البلكونه. وعلى فكره انا بيتها وهصبح الصبح بقى يعني اطلع روحها كده تنظيف وتنفيض، اخليها فله. تمام. فكنت مش هقولها، بنسى الكلام يا ولاد والله. انا ما يعني انا بفضل الله يعني، انا وعندي ثقه في نفسي كبيره جدا. انا عندي ثقه في نفسي كبيره جدا وحماله اسيه. يعني حماله اسيه، انا من الناس اللي ممكن ابقى تعبانه واجي على نفسي. امتى بقى ما اقدرش اجي على نفسي؟ لما خلاص بقى الامور تتعب معايا قوي واجيب ارض زي ما بيقولوا. لكن طول ما انا اهي
في ألم وبرضه شغالة، خلاص يعني ربنا سبحانه وتعالى ايه بيسهل الأيام والدنيا بتعدي وتبقى زي الفل تمام. فطبعا أنا أول يوم هي جت فيه، أول يوم هي جت فيه آه، اول يوم هي جت فيه انا ما كنتش انا جيت متاخره، هي جت قبليه بساعه بساعتين حاجه كده، يعني مثلا انا جيت 12 الظهر او 11، هي جت تقريبا 9. طبعا اول يوم شغل اي واحده بتشتغل لازم تحاول انها تمشي بدري عشان تروح بدري الشغل وتشوف نظامه ايه وتتعرف وكده. فطبعا المدام فتحت لي وقالت لي قالت لي اول ما فتحت لي قالت لي يا نصرة الست بتشتغل جت. قلت له طب كويس. المهم دخلت عليها، كانت في الريسبشن، لقيتها شايله الكراسي بتاعت السفره، لان هو في الريسبشن هو في انتريه وفي او الريسبشن مثلا الريسبشن والسفره، شايله الكراسي بتاعت السفره وبتكنس وبتاع مش عارفه ايه. فالمهم انا اول ما دخلت قلت لها الله ينور عليكي، السلام عليكم. وعليكم السلام، الله ينور عليكي. قالت لي وعليكي. قالت لي ايه، بصيت لي كده وقالت لي ايه، هو البيت ده محدش بينضفه؟ زي ما بقول لكم كده والله العظيم. هو البيت ده محدش بينضفه. فالمهم عملت نفسي ايه مش سامعه. شويه قالت لي انا دورت كتير على الجلانس وعلى البليتش، هو فين ال مفيش جلانس ومفيش بليتش. قلت لها بصراحه انا ما بستعملش قوي الحاجات دي. قالت لي انا مالي، انا عايزاه ليا، انا اللي عايزاه عشان اشتغل بيه، انا اللي عايزاه، مش انا اللي هنضف، هاتهولي. قلت طب اهدي 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 على نفسك، اهدي يا حبيبتي، اهدي يما، في ايه مالك يا حبيبتي، اهدي. اقول للمدام حاضر. بس فطبعا قلت المدام هاتلها مدام جلانس وبليدج. طيب في ناس هتقولي انت يا نصرة بتنضفيش، يعني ايه يا جماعه هو نظافه جلانس وبليدج طول عمرنا عايشين بيه؟ اول هام انا في حاجات في شغلي بطلبها تكون مهمة بالنسبة لي، يعني الحاجات اللي أنا بستعملها أكتر حاجة صابون المواعين، صابون الغسيل، منظفات للحمام، هي دي أكتر حاجة بحتاجها. هتقولي لي على الإزاز، الإزاز بيبقى فيه شوية تراب، ما هوش قصة أساسا، أو طفل علم على الإزاز، فبعملها يا بمية وخل يا بحتة مبلولة وبتضوي بتبقى زي الفل. بالنسبة للبليدج اللي هو بتاع الخشب أو الجلانس، أنا مش عارفة بتلخبط في الاسمين. احنا ما عندناش مساحة خشب كتير على فكرة، ما عندناش غير رجلين سفرة، رجلين كراسي السفرة وحاجة كده. احنا كل البيت يعني بسم الله ما شاء الله مش خشب، هو زي لاكيه. اللاكيه ما بتعملش بملمع البتاع. فانا اله هطلبه قليل جدا جدا، لما بطلبه مثلا يكون عندي ترابيزه وكام كرسي هطلب البتاع ده بيبقى فيه، بس قليل بنطلبه قليل. انا عن نفسي كده يعني هو ده بشوف اللي لازم للشغل. ما انا مش كل منظفات مثلا للبوتاجاز اللي بترش على البوتاجاز عشان الدهون عشان الشفاط. فاحنا يعني فالمهم هي جت قالت الكلمتين دول، بصراحه عايزه اقول لها يعني ايه. المهم انا خدت الكلام وسكت، بس بيني وبينكم كنت يعني مش متضايقه، اقول هو ايه ده، هو ايه اللي احنا فيه ده، انت واحده جايه تشتغلي ايه اللي انت بتقولي ده. هو محدش بينظف؟ انت حضرتك شايفه مطلعه مثلا مطلعه من البيت حشرات حضرتك يعني، ولا في ايه، ولا انت جايه داخله كده محسسانه كده ان انت هتنقذينا يعني. طبعا ما قدرتش اتكلم او مش ما قدرتش اتكلم، سكت. ممكن مدام تقول لك نصر انا جبت حد عشان يريح نصره ونصره مش عاجبها وبرضه بتشتكي. فعايزه اقول لكم انا من الناس اللي يعني اقعد افكر في الحاجه قبل ما اتكلم فيها، ودي حاجه كويسه على فكره. فانطباعي على كلامها انها هي يعني انطباعي على اسلوب كلامها ان هي واحده يعني ما بتعرفش تفكر تقريبا، يعني تفكيرها سطحي. فاهمين؟ لان هي لو تفكيرها يعني ما اعرفش، يعني انتوا قولوا لي تفكيرها ايه، انا ما اعرفش، بس والله العظيم هو ده اللي حصل اول يوم. فانا بصراحه يعني كبرت دماغي، يعني انا هقول لها ايه، ولا هي واحده عايزه تثبت وجودها تقول لك يعني على اساس ان احنا بقى مش نضاف والست جايه تنضفنا، يعني يا سلام. لا بجد والله عشنا وشفنا. فخلاص يعني. اما بالنسبه لحد بيقول لي بتغيري، يعني ما بغيرش من حد يا جماعه، انا واحده عندي ثقه في نفسي وبفضل ربنا سبحانه وتعالى عمري في حياتي ما اتعلمت حاجه من شغاله في شفتها، ولا واحد طباخ، ولا واحد مش عارفه، نهائي نهائي. بعض من شغلي اتعلمت من ستات بيوت افاضل محترمين، وبعض من شغلي في حاجات انا كنت يعني بجربها وبعملها بلاقيها تمام، يعني في اكلي او في نظافتي او في شغلي او كده.
فانا مش بشكر في نفسي، انا من الناس اللي كده يعني، كل انسان بيختلف عن التاني. تمام. قولوا لي برضو في التعليقات انتوا ايه رأيكم في الكلام ده، والاسلوب ده او النوعية دي الواحد يتعامل معاها ازاي؟ لاني برضو مش عايزة ان انا يعني ايه ارد، لان انا اصلا لو رديت فهطير اللي قدامي. انا بسكت وخلاص يعني، ما بدردش معاكم، بس قولوا لي ايه رايكم. وقولوا لي لو حد فيكم حبايب قلبي يعرف منظفات للانتريه. انا عايزه الانتريه بتاعي يلمع اكتر ما هو ما بيلمع. انا بخاف على حاجتي وبحب حاجتي تبقى زي الفل، ولكن ما بحبش ابهدلها. في فرق ان انت تبهدلي الحاجه وتدمريها في النظافه وتبوظيها، وفي فرق ان انت تضيفي لها جمال. تمام. قولوا لي كده في التعليقات، انا كلامي صح ولا كلامي غلط؟ طبعا بشكركم كلكم على دعواتكم، بشكركم على كلامكم الجميل اللي انتوا قلتوا لي، اوضه النوم حلوه. بشكركم على ذوقكم، بشكركم على طبطبتكم عليا. إن اللي انتوا بتعملوه معايا ده طبطبه عليا، وانا فعلا محتاجه الطبطبه عليا. بشكركم جدا جدا، ربنا يا رب يكرمكم ويستركم ويساعدكم ويجعل كل كلمة طيبة في صحتكم وحسن وميزان حسناتكم، وفي أولادكم وفي أعماركم حبايب قلبي. ربنا يا رب يدومكم في حياتي نعمة. ودايما بقولكم ربنا يا رب يدومكم في حياتي نعمة، انتوا فعلا نعمة في حياتي. وبشكر ربنا عليكم ان ربنا سبحانه وتعالى بعتكم ليا بالكلام الحلو الطيب الجميل. ويسعد ايامكم كلها، ويجعل كل ايامكم اعياد وافراح. ولو اي حد جديد داخل قناتي، يا ريت يشير الفيديو ويشاهد الفيديو، اعملوا لايك وتفرجوا حبايب قلبي على الاعلانات، عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا من خلال القناة. الاعلانات مهمة جدا للفيديو. اشوفكم على خير حبايب قلبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.